ملاكم عملاق بحجم 1.98 سنتيمترا ووزن 110 كيلوغرام أغلبها من العضلات الضخمة في مواجهة اليوتيوبر الشهير جيك بول. جيك بول الذي حقق ثورة في عالم الملاكمة، بل وحقق انتصارات ساحقة ضد أسماء كبيرة. كيف كانت نتيجة نزاله ضد أنتوني جوشوا؟ التفاصيل من خلال هذه الحلقة الشيقة، تابعونا. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! جيك بول أنتوني جوشوا، الحدث الرياضي الذي قلب العالم. الكل يتساءل كيف لجيك بول أن يقف أمام العملاق جوشوا. الحدث كان على نتفليكس وشهد متابعات مليونية حول العالم. أكيد نتفليكس مؤخرا أقامت العديد من الأحداث، صراحة أغلبها لم يكن في الصميم لأنهم حولوا معنى الملاكمة إلى شيء آخر تماما. هناك نزال كراوفورد ضد كانيلو يبقى النقطة المضيئة الوحيدة على نتفليكس. دعونا ندخل مباشرة في تحليل النزال. النزال كان عبارة عن حصة تدريبية لأنتوني جوشوا بخلاصة حتى لا أطيل عليكم. 6 جولات كانت كافية للعملاق البريطاني من أجل إنهاء جيك بول بالضربة القاضية. أكيد منذ الجولة الأولى إلى الجولة السادسة فقط جيك بول وكأنه يتوسل لجوشوا من أجل عدم إيذائه بشدة، يعانق ركبتيه في كل مرة ويطلب منه التوقف عن إيذائه. نعم، هكذا كان سيناريو النزال، وهذا يوضح بأن ربما علينا ألا نحكم بأن النزال كان متفق عليه، إلا أنه بطريقة أو بأخرى فهو متفق عليه. أكيد النتيجة واضحة، أنتوني جوشوا بذلك الحجم وبتقنية الملاكمة كملاكم محترف بالوزن الثقيل أمام جيك بول أصغر وزنا وأصغر طولا وأقل تقنيات وخبرة بكثير، فالنتيجة متوقعة. وكأنك أول مرة تدخل نادي الملاكمة وتواجه شخص أقدم منك وأضخم منك، فأكيد يلاعبك فقط حتى يقضي عليك إذا أراد، وذلك ما وقع بالفعل. جوشوا كان يحاول ويتفادى أن يؤذي جيك بول بقوة. كيف تؤذي شخص منحك 100 مليون دولار مجانا؟ فستسمى ناكر للجميل بالتأكيد. بالعكس، عليك ألا تنهي النزال مبكرا. إلا أن جيك بول حسب ما رأيت أن جوشوا منحه الفرصة لفعل كل ما يريد. قال له قم بلكمي إذا استطعت، لكن إن لم تستطع فأكيد سأنهيك في أقرب وقت. جوشوا أخر الضربة القاضية إلى الجولة السادسة، وهنا استغربت الجماهير، هل جيك بول أقوى من فرانسيس انغانو؟ انغانو سقط فقط في جولتين أمام جوشوا، وجيك بول صمد إلى الجولة السادسة. هنا يظهر أن الأمر غير منطقي. في السابق رأيت العديد من التعليقات تقول أن جيك بول أصبحت تقنيته جيدة بالملاكمة. أتفق، لكن ليس لدرجة مواجهة أنتوني جوشوا. يمكنه مواجهة العديد من الأسماء، لكن هذه المواجهة غير عادلة بخلاصة. إلا أنه من ضاع في المشاهدة هو الجمهور. الجماهير تم النصب عليها بنجاح. حتى من يقولون أن أنتوني جوشوا انتقم لمايك تايسون، فيا أصدقائي أرى بأن مايك تايسون بنفسه نصب علينا أيضا. هذه نزالاتهم، هم يأخذون الأموال والجماهير تكتفي بمشاهدة هذه المهازل. نعم، جيك بول منح للملاكمة شهرة خاصة لأن يتابعه الأطفال، يتابعه فئات سنية، تتابعه أجيال مختلفة. هناك جمهور جديد على الملاكمة، لكن ليس بالطريقة الإيجابية. للأسف هذا الأمر سلبي، يعني الأمر بدا وكأنه استعراضي. الملاكمة وكأنها WWE، يعني الناس تعتقد بأن هذه هي الملاكمة، لكن للأسف لا. الملاكمة رياضة عنيفة، الملاكمة رياضة بتقنيات عالية جدا، الفن النبيل رياضة الملوك. للأسف هذا الأمر سيمنح للMMA، الفنون القتالية المختلطة، قيمة أعلى ومصداقية أكثر، لأنها تبدو رياضة حقيقية جدا ولا تقع بها هذه الأمور. ربما تنتعش الملاكمة موسميا فقط، ولكن في هذه الحياة قانون هذه الحياة يقول أن الأشياء التي تأتي تدريجيا، الأشياء التي تحتاج وقت وتكبر في توقيت وتصعد في وقت مناسب، هي من تظل مستمرة، عكس الأشياء التي تظهر فجأة بطريقة كبيرة وضخمة. فأكيد كلما كان الصعود أعلى كلما كان السقوط مميت. هناك من سيقول لي هذا انتصار مستحق لجوشوا، ما بك مع أنتوني جوشوا؟ ليس لدي معه أي مشكل، سوى أن هذا الملاكم
كما ذكرت في مقاطع سابقة كنت أحبه كثيرا في بداياته، لكن للأسف جوشوا ملاكم منفوخ، وأقولها بصريح العبارة. جوشوا بالونة كبيرة يبني إنجازات وهمية. تتذكرون كيف عاد من أجل القتال على لقب في الملاكمة على حساب فرانسيس إنغانو القادم من الفنون القتالية المختلطة. تقنيات ليست بالكبيرة في القتال وقوفا، عشوائي تماما، لكن جوشوا استغل ذلك الأمر وقضى عليه، ثم حصل على فرصة لقب أمام دانييل دوبوا. مجددا يعيد الكرة وبنفس الطريقة، لكن هذه المرة بطريقة مخزية. أمام جيك بول. مجددا يفوز على جيك بول ويتظاهر وكأنه قضى على مايك تايسون في ذروته، وكأنه قضى على لينوكس لويس، ويقوم بحركات من العيب صراحة، وكأنك ضربت أخاك الصغير وتدعي القوة وأنك قادر على هزيمة أي شخص. هذا فعل جبان. وتتحدى مباشرة تايسون فيوري. أكيد سيحصل على نزال لقب أمام تايسون فيوري. أوسيك أصبح يعاملهم بطريقة وكأنهم أبنائه، يعني كل مرة يتبرع لهم بحزام. خذوا هذا الحزام، قاتلوا عليه، أريد أن أستريح قليلا. نعم، أوسيك لم يعد يريد أن يقاتل، فقط عندما يأتي النزال الإلزامي يقول لهم لا أريد ذلك الحزام، خذوه. وبالفعل ربما يقاتل جوشوا ضد فيوري بعد هذا الإنجاز الضخم بين قوسين على جيك بول للأسف. في المقابل بالنسبة لجيك بول كنت أود مشاهدة نزاله ضد جيرفونتي ديفيس. على الأقل ديفيس أصغر حجما، سيكون النزال منطقي. يعني جيرفونتي بتقنيات عالية مع حجم أصغر ضد جيك بول ضخم ولكماته قوية، لكن صدقوني جيرفونتي أيضا لكماته مؤذية للغاية. مايك تايسون نسخة مصغرة. هذا النزال كان ليكون مثيرا، أما التحول من جيرفونتي إلى جوشوا صراحة الأمر غريب وغريب جدا. إذا انطلت الحيلة مجددا. جيك بول جوشوا، مهزلة حقيقية ومسرحية استطاع فيها جوشوا أن يلاعب جيك بول وكأنه في حصة تدريبية، نزال سبارينج بين ملاكم وزن ثقيل وشخص من الهواة. صدقوني هناك أشخاص كثر حتى ممن يشاهدونني حاليا هم أقوى من جيك بول. نعم، أقوى من جيك بول بكثير ويستطيعون تدميره بسهولة. هناك ملاكمون بتقنية عالية، تحياتي لكم جميعا. الفرق هو أن جيك بول شخص مشهور لا غير. كل منكم يستطيع مواجهة أي ملاكم كما استطاع جيك بول مواجهة جوشوا وحصد الأموال. صدقوني أي شخص يستطيع مواجهة أي شخص يريده، فقط يجب أن يكون موهوبا في التسويق. أنتم كيف شاهدتم نزال أنتوني جوشوا وجيك بول؟ انتظروا تعليقاتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم بالحلقة لتنتشر بين محبي الملاكمة. كان معكم أمين، إلى اللقاء.